لم تكن حياة لاعب النادي الأهلي ومفتاح فوزه وتألقه بالمباريات العالمية حياة رغد، بل عانى من فقدان الأب منذ تطلعه على عالمنا، وحاجته لأحلام كبيرة لم يقوى عليها سوى بمساعدة والدته التي ضحت حتى بمنزلها من أجله، وأجل تحقيق حلم واحد من أحلامه ليصبح وليمحات أحمد أهم لاعبي المارد الأحمر واون، أبو الأولاد خارج المستطيل الأخضر. لم يرى والده أو يعيش تلك الحالة الاستثنائية بين الأب والابن، إذ رحل والده وهو في عمر 8 شهور فقط ليرتبط اللاعب ارتباطا وثيقا بوالدته التي كانت له الأم والأب. وفي لقاء تلفزيوني سابق أكدت والدة اللاعب إنه تعرض لكثير من المصاعب على رأسها عدم رؤيته لوالده الذي توفي وعمره 8 أشهر، حتى زاد الحمل عليها والمسؤولية، موضحة أنها أصبحت أم وأب له لتعويضه عما فقده. دعم والدته علاقة عطاء تكاد تدرس جمعت بين حسين الشحات ووالدته التي آمنت به وبحلمه. وتابعت خلال حديثها: عرضت شقتي للبيع من غير ما يعرف، لكن حد من النادي خلص الموضوع وفضلت الشقة معايا، وراح بعدها الشرقية للدخان. حسين الشحات أبو الولاد. على الرغم من عدم ظهوره المتكرر بالإعلام، إلا أن لاعب الأهلي دوما ما يحرص على نشر العديد من اللقطات والصور التي تجمعه بأولاده الثلاث، إذ رزق في بداية زواجه بطفل أطلق عليه اسم أحمد، قبل أن يرزق بمولاده الثاني أسر في 2016 تيم بمنتصف العام الماضي 2022. حسين الشحات تميمة حظ النوادي العربية بكأس العالم للأندية التي بدأت منذ أعوام بهدف رائع مع العين الإمارات أمام الترجي، وهدفين مع النادي الأهلي أمام الدحيل في نسخة 2020 وأوكلاند سيتي نسخة العام الماضي.